السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا أيها الإخوة الكرام مجلس متجدد من مجالس اللقاء الشهري في هذه الليلة، ليلة 11 من شهر صفر لعام 45 و400 وألف. وقبل الشروع أيها الإخوة الكرام في الاستماع إلى أسئلتكم والإجابة عنها، لا بد أن نتكلم عن أصل عظيم من أصول الديانة، وعن ركيزة عظيمة من ركائز هذه الملة، والتي ينبغي على كل مسلم أن يوطن نفسه عليها، وأن يروض نفسه عليها بالرياضة. وهذا الأصل العظيم يحتاجه كل مسلم من ذكر أو أنثى أو كبير أو صغير. بل نقول أيها الإخوة، إن من علامات الفلاح أن يوفق الله عز وجل هذا العبد إلى هذه الخصلة العظيمة. هذه الخصلة هي المسارعة في الخيرات. المسارعة في الخيرات. ينبغي على كل مسلم أن يوطن نفسه وأن يهيئ نفسه أنه بمجرد أن وقف على حكم من الأحكام الشرعية وعلى مسألة من مسائل هذا الدين وهذه الملة وهذه الشريعة، أن يعاجل إلى الامتثال إلى الله عز وجل بها. فقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس معناه الظاهر فقط الامتثال لله بالعبادة، وإنما معناه الخاص، بل من المعالي العليا ومن المعالي في الدرجات الفضلى أن يكون الإنسان ممتثلا على وجه المبادرة والمسارعة. والله عز وجل يقول في كتابه: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال مرة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وهذه المسارعة وهذه المسابقة ينبغي أن تظهر عند المسلم في الأحكام المستقرة وفي المسائل التي تظهر له. وأضرب على ذلك مثالا: إذا عرف المسلم أنه من سنن السفر القصر، فينبغي عليه المبادرة إلى هذا الحكم الشرعي وأن يتقرب إلى الله عز وجل به. إذا تبين له أن هذا الفعل أو أن هذا القول محرم، فينبغي أن يبادر إلى الكف عنه. إذا سمع فتوى من أحد العلماء أو من طلبة العلم أو من أهل الاستقامة أن هذا الحكم واجب أو مستحب، فينبغي أن يبادر إليه، لا يسوف ولا يتأخر ولا يماطل، بل تكون صفته الظاهرة، بل ينبغي أن يرى الله عز وجل منه أنه يسارع إليه وأنه يسابق إليه. وهذا موسى عليه السلام لما سأله الله سبحانه وتعالى عن تأخره إلى حضور مقامه قال: وعجلت إليك ربي لترضى. فإن المعاجلة إلى امتثال أحكام الشرع سبب موجب لنيل رضا الله سبحانه وتعالى. فلا يزال المسلم
في خرفة الرضا وفي بستان الطيب، طالما أنه مسارع مقبل معاجل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قد بين في سمته وسيرته أنه كان على دوام المسارعة إلى الله ودوام المسابقة إلى الله، بل حض أمته أن يكونوا كذلك. فبمجرد أن جاءته تلك الطائفة وأولئك القوم من مضر وكانوا أصحاب حاجة، جاءوه إلى مجلسه في مسجده عليه الصلاة والسلام وشكوا إليه حاجتهم، فبادر عليه الصلاة والسلام بأن بسط الرداء وأمرهم بأن يبسطوا رداءهم، وحض الصحابة على الصدقة، فجاء هذا بشيء من طعام، وعاجل بعض الصحابة وبادروا وسابقوا، فقدم أحدهم مالا وأحدهم طعاما حتى تكوم الخير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلا بد يا أخ الإسلام أن توطن نفسك على المسارعة وعلى المسابقة، لا تسمح لشيء أن يؤخرك عن الله، لا تسمح لأي أمر أن يؤخرك عن خير من خير الآخرة الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان صلاة أو قرآنا أو ذكرا أو عبادة، أو كان من الفضائل المطلقة العامة كصلة الرحم والصدقة والإحسان إلى الجار وإماطة الأذى عن الطريق. فوطن نفسك دائما أن تكون مبادرا، أن تكون مسارعا، أن تكون مقبلا. ومن سير المنعم عليهم من الصالحين ما جاء في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان إذا وقف على سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام بادر إلى تطبيقها وإلى العمل بها حتى ولو لم تكن له بها حاجة. فيذكر من سيرته أنه قرأ فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما احتجم، أنه احتجم وأعطى الحجام درهما، فبادر الإمام أحمد رحمه الله وذهب إلى الحجام وأمر أن يحجمه وأعطاه درهما، وبين أنه لا حاجة له بالحجامة، لكنه أراد الامتثال وأراد الاقتداء وأراد أن يكون دائما من السابقين إلى الخيرات. سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة. وهذه هي الصفة الكملى والصورة العظمى التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها في التعبد إلى الله سبحانه وتعالى. وإن من المتأخرين من القوم من تشغلهم الدنيا وتشغلهم أحوالها وتشغلهم زينتها وزخرفها، لا نتحدث عن أصحاب الأعذار، فإن صاحب العذر إذا انشغل فأجره حاصل بإذن الله. وهذه من البشارات العظمى، طالما أن الإنسان كان من عادته وكان من سيرته وهديه أنه دائم المسارعة ودائم المسابقة، لكنه تخلف لعذر، أصابه مرض أو حاجة أو سفر، كتب الله له أجر العبادة على وفق صورتها التي كان هو عليها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي سعيد: من سافر أو مرض كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذه من البشارات العظمى. فيكفيك يا عبد الله أن توطن نفسك وأن يكون من غالب حالك أنك دائم المسارعة. أما أولئك القوم الذين غالب حالهم دوام التأخر والتخلف عياذا بالله، فهؤلاء قد حرموا خيرا كثيرا، فيتخلف ويتأخر عن الجمع والجماعات، ويتخلف عن مواطن الخير، ويتخلف عن جماعات الخير، ويتخلف عن أداء العبادات فرضها ونفلها، فهذا متخلف عن الخيرات ومحروم من الكمالات، وقد فاته أجر عظيم عظيم. فلا بد أيها الإخوة الكرام، ونحن في هذا الزمن الذي كثرت فيه المشاغل، أن نتفطن إلى هذا الأصل، وأن نتفطن إلى هذه الركيزة العظيمة، فنوطن أنفسنا
أننا إذا سمعنا حكما من أحكام الشريعة أن نبادر إليه. ألم تسمعوا في تلك الحادثة التي أنزل الله عز وجل فيها آية تحريم الخمر؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كيف كان حال الصحابة لما سمعوا بهذه الآية؟ هل تأخروا؟ هل تخلفوا؟ هل توانوا وتباطؤوا؟ كلا. يروي أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه بمجرد أن نزلت هذه الآية كسر الصحابة ما كان عندهم من الأواني وما كان عندهم من القرب، وكانت الخمر قد أذن بها في صدر الإسلام الأول على تدرج في التحريم، على 4 مراحل. المرحلة الأولى أن قد أذن لهم أن يتخذوا من النخيل والأعناب سكرا ورزقا حسنا. ثم في المرحلة الثانية بين الله لهم وقال وإثمهما أكبر من نفعهما. في المرحلة الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وفي المرحلة الرابعة رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلما نزلت هذه الآية جاء في ذكر تفاصيل بعض الصحابة أن الخمر أصبحت تراق وتسير في جداول طرق المدينة امتثالا وإذعانا وخضوعا لله رب العالمين. فيا أيها المسلم، يا أيها الحريص، يا أيها الفطن، يا صاحب الخير، وطن قلبك على هذا ووطن جوارحك على هذا، ولا تتأخر ولا تتخلف، واسمع قول الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، سابق وسارع تنل خيرا ويطيب الله قلبك ويطيب الله حياتك، ويكون لك الخير مضاعفا مكاثرا، وتكون في طبقات الناس في المقامات العليا. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والخير لنا ولكم. وطالما أيها الإخوة الكرام أنه لم يظهر أن أحد من الإخوة قد سأل سؤالا، فإننا نعقب على هذه المسألة بمسألة أخرى كذلك، ونقول أيها الإخوة الكرام إن من المقامات العليا كذلك التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، والتي ينبغي كذلك أن يوطن نفسه عليها توطين الرياضة. وأقصد بالرياضة أي ترويض النفس. ترويض النفس أن الإنسان قد يجد من نفسه بعض الصفات والسمات والسجايا التي لا تكون من صفات أهل المنعم عليهم على وجه الكمال، وينبغي على المسلم دائما أن يسابق إلى الكمالات من الأقوال والأفعال والأخلاق. فربما يجد في نفسه أنه عنده بعض السجايا التي تحتاج إلى ترويض، وتحتاج إلى أن يتركها لما فيها من مخالفة المروءة أو مخالفة طباع أهل الفضل في أعرافهم وفي أحوالهم، فيسارع بالرياضة. الرياضة ترويض النفس. ترويض النفس قد يكون بعض الناس شديد الغضب فيروض نفسه بالرياضة، فيقرأ ويحفظ ويتعلم ويصاحب الصالحين حتى يظهر منه أنه قد روض نفسه ووطن نفسه على الفضائل والخيرات. وهذه المسألة واسعة المقام، ربما يضيق هذا المقام من التفصيل فيها، لكن لا بد أيها الإخوة في الصلاة أن تسعى يا عبد الله أن تصلي صلاة الطيبين المقدمين، لا تصلي صلاة العامة، لا تصلي صلاة المسرعين، لا تصلي صلاة المحرومين أقول. فالله عز وجل أمر في كتابه وقوموا لله قانتين، وإن من أفضل الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام طول القيام. فوطن نفسك على هذا الأصل، فالصلاة أطيب أمر وخير موضوع، وانعكاسها على بقية أحوالك وأخلاقك ظاهرة. الصلاة على وجه التأسيس، لأنها من العبادات التي تثنى وتكرر في اليوم والليلة بفرضها ونفلها. فانعكاس الصلاة
على سلوك الإنسان وعلى أخلاقه، حتى على كلامه، حتى على هدوئه وسكينته، واضح ظاهر. فالله عز وجل في كتابه عقد أصلا عظيما لما قال سبحانه وبحمده: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأيسر طريق يوصلك إلى أن يبغض الله لك المنكر وأن تكره المنكر في قلبك. بعض الناس يترك المنكر لكن ربما تراوده نفسه وتتحرك نفسه للإقبال عليه. لكن انظر هذه الآية: تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى قلبك عن الفحشاء والمنكر، فيبغض الله إليك الفحشاء ويبغض الله إليك المنكر بحسن صلاتك. فبقدر إحسانك في صلاتك بقدر ما يحبب إليك الله الخيرات ويبغض الله إليك المنكرات. بقدر قنوتك وتسبيحك وقراءتك وتجملك في الصلاة. لما نسمع قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، اسمع هذا الحديث وتأمل وتعمق في ألفاظه: جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هي أحب ما يكون، حتى أن الإنسان يكون عنده شوق إليها وتتحرك نفسه إليها. ودليل ذلك أنه كان يقول لبلال: أرحنا بها، أرحنا بها. هذه العبارة تفيد أنه كان في شوق إلى أن يدخل في الصلاة، إلى أن يناجي ربه، إلى أن يتقرب امتثالا وخضوعا إلى الله عز وجل بهذه الصلاة. فيا أيها الإخوة الكرام، صلوا صلاة المقربين، صلوا صلاة المنعم عليهم، صلوا صلاة المحسنين، فالله يحب المحسنين. ولا تكن من المتعجلين، لا تقرأ القرآن هذا هذا، ولا تسبح في ركوعك ولا سجودك هذا هذا، ولا تتشهد هذا هذا، بل عليك بالتؤدة، عليك بالسكينة. في حديث جابر في صحيح مسلم: اسكنوا في صلاتكم، اسكنوا في صلاتكم. اسكنوا أي إلزموا السكينة. ومن معاني السكينة الطمأنينة، فإن تأثير ذلك كله مشاهد مجرب، ومن جرب عرف ما نقول أيها الإخوة. فإحسانك إلى الله في صلاتك إحسان لنفسك أولا، ثم إحسان لقلبك وجوارحك، وإحسان لأعمالك وأفعالك. نعم، يقول أخونا أبو سامر وفقه الله تعالى: نعم، ظننت أن هناك سؤال من أخينا أبي سامر. يقول: نصيحة للمبتدئ الذي يقرأ في كتب العقائد العالية المستوى. نعم، لابد أيها الإخوة الكرام أن ننتبه إلى أصل من أصول الشريعة. ذكرنا قبل قليل مسألة التدرج في فرض وإيجاب الأحكام الشرعية على الناس. الأصل العام الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، بل المسلم عموما، أن يتقرب إلى الله عز وجل على وفق الرويدة. قال عليه الصلاة والسلام: والقصد القصد تبلغوا. ما معنى القصد القصد؟ أي رويدا رويدا، السكينة السكينة، درجة درجة، مرحلة مرحلة. ولك أن تتأمل في فرض الأحكام الشرعية، فلم يفرضها ربنا سبحانه وتعالى على الناس مرة واحدة، وإنما جاءت الشريعة بالتدرج. ومن الوصايا والمعاقد العظيمة التي يتحدث عنها العلماء هي مسألة التدرج في طلب العلم. وإنني أنصح طالب العلم، بل ربما أقول بحجة قوية: يجب على كل طالب علم، يجب عليه وجوبا شرعيا قبل أن يشرع في طلب العلم أن يحصل وأن يستشرح مصنفا من مصنفات حلية طالب العلم، ككتاب حلية طالب العلم، أو كتاب تعظيم العلم،
أو من الكتب المطولة ككتاب الجامع للخطيب البغدادي أو بيان جامع العلم وفضله لابن عبد البر. واستشراح هذه الكتب على أهل العلم يعطيك الصورة الحقيقية التي جاءت على وجه التلقي خلفا عن سلف في طبقات هذه الأمة، كيف يتلقى العلم وكيف يؤخذ العلم وكيف يتحصل العلم. لا بد أن يكون على وجه التدرج. إياك والمزاحمة، إياك والمعاجلة، إياك وأن تنظر إلى فوق ولما تبصر ما هو أمام قدميك، فإن هذا يكسر الأعناق ويقصم الظهور ولن تبلغ غايتك على وجه الإطلاق، لن تبلغ غايتك. العلم جادة كما قال شيخنا العصيمي، العلم جادة، وهذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. فالعلم جادة وسبيل. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. فلا بد أن يكون التماس العلم على وجه طريق، والطريق هو الصراط والجادة التي كان عليها العلماء. فلا يحسن أبدا، لا يحسن أبدا بطالب العلم أن يقرأ في المطولات سواء في أبواب الفقه أو العقيدة أو التفسير أو الحديث ولما يدخل في أصول المتون. وانظر بارك الله فيك، وانظر يا حفظك الله في طريقة أهل العلم في تدريس الطلاب، بماذا يبدأون وبماذا ينصحون، ما هي طريقة أهل الفضل من العلماء. تأمل في سيرهم سواء المعاصرين منهم أو المتقدمين منهم، دائما كانوا يوصون الطلاب بأصول المتون. وهذه البرامج العلمية المعروفة للعلماء والمشايخ دائما يبدأون بها بأصول المتون بالقواعد العامة، ثم بعد ذلك يترقى طالب العلم مع شيخه درجة درجة سلما سلما حتى يصل إلى الغاية. أما من يريد أن يناطح السحاب ويريد أن يرقى الجبال ولما يعود نفسه على رياضة المشي فإنه سينقطع به الطريق، سينقطع به الوصول في وسط الطريق، وربما يتقهقر ويتردى، وسيرى ذلك وسيرى العلم عليه ثقيلا، سيرى العلم عليه ثقيلا. لماذا؟ لأن العلم أصول، فإذا سلك طالب العلم الأصول الصحيحة وصل بإذن الله تعالى. أما من تعجل وأما من أراد أن يقرأ في المطولات فسوف تكون عليه كالطلاسم، نعم سوف تكون عليه كالطلاسم، لن يأخذ منها إلا فتاتا ولن يأخذ منها إلا قليلا. فالنصيحة أيها الإخوة لكل طلاب العلم في كل أبواب العلم: أسلكوا جادة العلماء في تدريس الطلاب. والأمر الأعظم من ذلك أن طالب العلم لن يقع في هذا الخطأ ولن يقع في هذا المزلق إلا إذا تولى طلب العلم بذاته، لم يكن له دليل من شيخ أو طالب العلم مقدم أو طالب علم مقدم يسترشد به ويستنصح به. وعليك أن تفهم وعليك أن تنظر في حديث أم السنة المعروف بحديث جبريل لما جاء يعلم الصحابة رضي الله عنهم أصول الديانة، قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. كيف أعلمهم أمر دينهم؟ قال: أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. والتحقيق أن جبريل قد وضع كفيه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام كالمتحبب كالمتلطف كالراغب كالمتشوق إلى العلم. هذه هي جادة تلقي العلم. ليكن لك شيخ في حياتك دليل يدلك. وقد أورد الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في الحلية أبياتا نقلها عن المتقدمين من السلف مبينا أن طالب العلم لن يصل إلا بشيخ، لن يصل إلا بشيخ يدله إذا اعتمد على الكتب واعتمد على الصحف. وقد قالوا قديما: لا تأخذ من صحفي ولا من مصحفي. ما معنى هذه العبارة؟ لا تأخذ من صحفي أي الذي يعتمد على الكتب.
كلما اشتهى كتابا تناوله وقرأ فيه، كلما اشتهى فنا أخذه وقرأ فيه. والمصحف هو الذي قد تلقى القرآن من مصحف، لا من قارئ، لا من معلم، لا من متقن. وتأملوا كذلك في تعليم القرآن على وجه الخصوص. من الذي علم نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن؟ إنه جبريل. ومن الذي ألقى إلى جبريل القرآن؟ إنه رب العزة سبحانه في علاه. فأقرأ الله جبريل، وأقرأ جبريل نبينا، وأقرأ نبينا الصحابة، والصحابة هكذا سلفا عن سلف وخلفا عن سلف، أمة عن أمة، حتى وصل إلينا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. هذه هي الجادة، وهذه هي الطريقة. وانظروا إلى المبرزين من طلاب العلم، تجدوا أن من أسباب علامات توفيقهم بعد رحمة الله عليهم أنهم قد أخذوا العلم على سبيله المعروف. جلسوا إلى العلماء فسمعوا منهم وأخذوا عنهم، أخذوا عنهم أدبا، وأخذوا عنهم سمتا، وأخذوا عنهم علما، وأخذوا عنهم حكمة. وهذا من أعظم ما يؤتاه طالب العلم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأما الأبيات التي كنت قد أشرت إليها في قول الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها كوامن حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. من هو توم الحكيم؟ توم الحكيم هو رجل حكيم من حكماء العرب، طبيب، كان طبيبا معروفا مشهورا، لكنه كان يأخذ العلوم عن الكتب، والكتب يقع فيها التصحيف والتحريف والخطأ والزلل. فقرأ في يوم من الأيام أن علاج داء من الأدواء وقد صحفت العبارة أن يأخذ عوضا عن أن يقرأها حبة سوداء قرأها حية سوداء. فجاء توم الحكيم بحية سوداء فقطعها وأكلها، وكان قد أصيب بمرض، فلما فعل ذلك وقع عليه داء بعد داء فمات وهلك. تكون أضل من توم الحكيم. فلا بد يا طالب العلم أن تتدرج وأن تسأل. اسأل طلبة العلم، اسأل العلماء ماذا أقرأ. هي كأصناف الدواء، إذا أخذت دواء ذو جرعة عالية ربما قتلك، إذا قرأت كتابا ذو مستوى عال ربما فتنك. حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وفي أثر ابن مسعود: إنك لا تحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والتفصيل في هذا المقام يطول، لكنني أكتفي بهذه الإشارة. يقول أخونا ماجد وفقه الله تعالى: توجيه للأخوات والأمهات في الخروج من البيت وهي تلبس اللباس الشرعي، لكن للأسف ما يدمي القلب، وترى قد خرجت بنتها معها ولباسها لا يمت للمسلمة بصلة، وقد تزينت وتبرجت. نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من علامات الحرمان، وهذا من علامات سوء التربية. نعم، سوء التربية الشرعية. التربية الشرعية أن الإنسان يحب لغيره ما يحب لنفسه من الخير. الأم الفاضلة، الأم الوقور، الأم الحصيفة، الأم الذكية، الأم التي تخشى الله والدار الآخرة، هي التي لا ترضى على ابنتها أن تخرج متبرجة. وقبل أن أفصل في الإجابة، أريد أن أذكر لكم أيها الإخوة الكرام فتنة هذا الزمان في اللباس الشرعي. فتنة هذا الزمان في اللباس الشرعي. لو سألت كثير من الفتيات ما هو اللباس الشرعي، أول ما تذكر لك أن تغطي رأسها. تعتقد الفتاة أن اللباس الشرعي هو تغطية الرأس. بماذا؟ كيف؟ ما هو باقي لباس الجسد؟ لا يهمها.
يظنون فقط أن اللباس الشرعي هو تغطية الرأس، والرأس هو جزء من الجسد، والرأس هو جزء من الجسد. المرأة عورة، المرأة كلها جميلة، المرأة كلها فتنة. إذا ملك الإنسان سلعة غالية، سلعة ثمينة، هل يصلح أن يضعها في الشارع فيغطي جزءها ويكشف بعضها؟ والله لا يصلح. إذا صنع أحد الناس هذا الصنيع سيقولون عنه مجنون مخبول، سيقولون عنه مجنون. الإنسان الحصيف، الإنسان الذي يخشى الله، المرأة التي تخاف الله، هي تلك المرأة التي تستر نفسها وتستر ابنتها. لا تقول لي امرأة والله يا شيخ أنا مش قادرة على بنتي، لا يقول أحد هذا الكلام أبدا، لا يقول أحد هذا الكلام. وربما تكون سبب هذه الفتنة ذلك الكلام الذي كنا نسمعه من بعض الأمهات لما تكون الفتاة عمرها 5 سنوات أو 6 سنوات، ولا تزال أمها تلبسها اللباس الخفيف، فإذا طولبت بالجلباب أصبح ثقيلا عليها، إذا طولبت بالحجاب أصبح ثقيلا عليها. نعم، هذا سبب الفتاة لما تبلغ 5 سنوات و6 سنوات وتصبح مميزة. الآن روضي فتاتك، روضي ابنتك على اللباس الشرعي. انظروا في حال كثير من الأسر المحافظة، بعض إخواننا أصحاب الاستقامة، حتى بعض عوام الناس، لكنهم آتاهم الله ذكاء وتوفيقا. بمجرد أن تدخل البنت المدرسة في الصف الأول والثاني والثالث يبدأ يعودها على الحجاب، على اللباس الساتر، على اللباس السابغ، على اللباس المحجب. تبعدها عن الألوان، تبعدها عن البهرجة، تبعدها عن الزخرفة. والله تصبح الفتاة في بعض لباسها وكأنها زينة معروضة، ألوان فاقعة وبهرجة ومكياج، ويظنون أنهم يحسنون صنعا. والله إن هذا للحرمان. وإن من الأسباب كذلك أيها الإخوة أن تربية الفتاة على صعوبتها، لكنها والله سهلة إذا قرنت بتعظيم الله عز وجل. أنا ألبس لأن الله يحب كذا، أنا أتحجب لأن الله يحبه، أنا أستر نفسي لأن الله يحبه، أنا لا أفعل كذا لأن الله لا يحبه، وأتلو عليها الآيات من القرآن والأحاديث من السنة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، اسمع الآية، يدنين عليهن من جلابيبهن. إدناء، ستر كامل. الإدناء غير اللباس، فرق بين أن تلبس الفتاة أو المرأة الجلباب وبين أن تدني عليها جلبابها. الإدناء هو الستر الكامل، لا يظهر من المرأة أي معلم من معالم جسدها. كم من امرأة تلبس جلبابا لكن كل معالم الجسد واضحة، مكسم ومخصر، حالته حالة. والله ربما المرأة الجاهلية تأنف أن تلبس لباس بعض المسلمات اليوم. والله لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آية الستر، لما بين الله سبحانه وتعالى حال الجاهليات، ما الذي كان يكشف من الجاهلية؟ كان يكشف منها هو مخدعها، هذا المنطقة، منطقة الصدر، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذه المنطقة الوحيدة التي كانت تظهر من المرأة الجاهلية، فأمر الله بتغطيتها. فماذا نقول في حال بعض المسلمات اليوم؟ نقول في حال بعض المسلمات اليوم تلبس البنطال القصير وتلبس القميص المكسم والجلباب المزخرف والحجاب الملون مع مكياج ومع أصباغ ومع عطور. هذا لباس شرعي؟ هذا لباس يحبه الله؟ لا والله. يا أمة الله، اتق الله في ابنتك، لا تكوني جسرا لها، لا تكوني جسرا لها لعقاب الله عليها ولمقت الله عليها. لا تكوني عونا لابنتك أن يقع عليها مقت الله وغضب الله. فالله يحب الستر، والله يحب الحياء. إن الله حيي ستير يحب الستر. والستر ليس معناه ما نراه من بنات المسلمين اليوم. اجلسي مع ابنتك، إذا كنت لا تستطيعين
فوكل المهمة لصاحب القوامة الذي ينبغي أن يكون في مقامه، الأب الذي أعطاه الله القوامة. أيها الأب، أيتها الأم، قوموا بحق الله عليكما. ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. فمنظر بشع، والله منظر بشع ومشهد يقشعر منه القلب أن تجد امرأة مستورة تلبس خمارها وجلبابها، وبجوارها أمامها أو خلفها تمشي ابنتها ببنطال وبألوان وبراقة مزخرفة مزينة. والله عز وجل يقول في كتابه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وغاية تبرج الجاهلية أنها كانت تكشف جيبها، هذا غاية تبرج الجاهلية. فالستر الستر والحياء الحياء، وينبغي القوامة على الأولاد والبنات ومن أول العمر. إياكم وبعض الكلمات التي يزخرفها الشيطان. يا شيخ بكير على البنت، خليها تلبس. يا شيخ بكير على الشاب، خليه يلعب، خليه يروح ويجي، خليها تشوف، خليها حتى تسقط في الهاوية. وإذا أردنا أن ننقذها، وإذا أردنا أن نخرجها من الهاوية والبئر الذي سقطت فيه، ربما تسحبنا معها وتسقطنا معها فنتردى والعياذ بالله معها. التوبة والاعتصام بالله والاستعانة بالله. عسى الله عز وجل أن ينجينا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن نكون سترا لأولادنا وبناتنا. نعم. يقول أخونا مقدام وفقه الله تعالى: كثير من الإخوة يسأل عن صلاة المسافر، الجمع والقصر، ويا حبذا لو تفضلت بتوضيح لمن يسكن في منطقة أخرى لأجل العمل أو الوظيفة، أرجو التفصيل. نعم، بسم الله. نقول لأخينا المكرم مقدام: نعم صدقت، إن هذه المسألة من المسائل المهمة والتي يخلط فيها كثير من الناس، بل أقول أيضا إن جماهير من الناس يتوسعون توسعا قبيحا مخالفا للشرع في أحكام القصر والسفر. أضرب مثالا ثم أعرج على القواعد في هذا الباب. مثلا عندنا في منطقة معان بعض الناس إذا ذهب مثلا إلى الشوبك أو وادي موسى لأجل مناسبة خطبة أو زواج، وإذا بهم يقفون في منتصف الطريق أو يقفون بعد أو قريب من وادي موسى أو الشوبك فيقصرون ويجمعون. وإذا سألتهم ماذا يقولون لك؟ يقولون لك: يا شيخ نحن تجاوزنا مدينة معان. هذا فقه ناقص. نسأل هذا الشخص نقول له: من أين أتيت بهذا العلم؟ من أفتاك؟ لا يوجد أحد من العلماء أبدا يتبنى هذا القول. هذا الشرط وهذا الضابط الذي ذكره هذا الرجل، وهو أنه بمجرد أن تخرج من حدود مدينتك تقصر وتجمع، هذا أحد شرطين، هذا شرط من شرطين. هذا الشرط الأول. ما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني أن تكون المنطقة التي قصدتها وأنت ذاهب إليها منطقة تعتبر سفرا فقها أو عرفا. وضح الشرط؟ لذلك رجلان أحدهما خرج من حدود أو كلاهما خرجا من حدود مدينة معان، لكن أحدهما يريد العقبة والآخر يريد وادي موسى. من الذي يجوز له أن يقصر؟ الذي يريد العقبة. لماذا؟ لأنه حقق شرطين. أما الذي ذهب إلى وادي موسى حقق شرطا واحدا فقط. يشتركان، كلاهما تجاوزا مدينة معان، لكن الذاهب إلى العقبة حقق الشرط الثاني. ما هو؟ أن المنطقة التي قصدها منطقة سفر فقها وعرفا. فقها أن المسافة أكثر من 81 كيلا، وعرفا في أعراف الناس، والمقصود بالناس هنا طلبة العلم، طلاب العلم هم أهل الفقه، لأن هذه المسألة مسألة فقهية. أو أصحاب السفر
الذين يواظبون على الاستفسار والسؤال والتماس العلم. الذهاب إلى وادي موسى لا يعد سفرا في عرف أهل العلم. الذهاب إلى الشوبك لا يعد سفرا في عرف أهل العلم أبدا. فأنت تجاوزت حدود مدينة معان، نعم، نقول لك أحسنت. الآن أعطنا الشرط الثاني، هل تحقق؟ إذا كان نعم نقول لك أقصر، إذا كان لا نقول لك لا تقصر. جيد، إذن هما شرطان. المسألة الأخرى مسألة الجمع. الجمع له علة منفصلة. علة القصر السفر. ما هي علة الجمع؟ علة الجمع هي المشقة والحرج، سواء في الإقامة أو في السفر. إنسان مسافر لكن نزل في شقة له أو فندق أو كذا ومرتاح وأموره طيبة والمسجد قريب ويسمع الأذان، ما عنده شغل وما عنده وظيفة وما عنده شيء، هل يجمع؟ نقول له لا تجمع في قول جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأن علة المشقة غير موجودة. لكن إنسان سافر وفي سفره اجتمع عليه مشقة وحرج، يراجع الدوائر الحكومية أو عنده ضيوف مثلا أو كان متعبا، فالآن تحققت عنده العلتان، السفر والمشقة، فيأخذ الحكمان والرخصتان، القصر والجمع. هكذا تؤخذ الأحكام الشرعية. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. بعض الناس قد يتحجج علينا ويقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فنحن نتحجج عليهم ونقول: كما يحب أن تؤتى عزائمه، كيف هي أحوال العزيمة؟ كيف هي أحكام العزيمة؟ فكذلك الرخصة لها أحكام. ليس كل رخصة مبنية على السهولة. لذلك من القواعد الفقهية أن الرخصة لا تناط بالمعصية. الرخصة لا تناط بالمعصية. الرخصة لا تناط بالتساهل في أحكام الشريعة. إذا أردت أن تأخذ الرخصة خذها على ضوابطها، وخذها على أحكامها، خذها كما شرعها الله. الرخصة حكم شرعي مثل العزيمة حكم شرعي، فالرخصة لها أحكامها والعزيمة لها أحكامها. لا يجوز لأي أحد يقول: والله أنا معي رخصة لا أستطيع الوضوء أتيمم، نقول له: تريث على مهلك على رسلك. ما الذي لا تستطيع أن تغسله؟ هل الماء قريب؟ هل الماء بارد فيسخن؟ هل الماء بعيد فيجلب؟ على رسلك. فلا تتعجلوا أيها الإخوة في إيقاع نفسكم بالترخص، هذا يسمى ترخص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى محذرا من الترخص: من أخذ برخصة كل عالم فقد تزندق. فالرخصة أن تأخذها بأحكامها بعلم، فاسأل العلماء. أختم بجزئية في سؤال أخي مقدام وفقه الله تعالى، وهي مسألة من كان له دارين من السفر. رجل له بيت في معان وله مثلا بيت في العقبة أو بيت في عمان، ماذا يفعل؟ هل الدارين دارين إقامة؟ نقول هنالك ضوابط مهمة حتى نعتبر البيت الثاني دار إقامة ثاني. مقامك الأصلي أين؟ يقول: أنا مقامي في معان، أسكن في معان وأهلي وزوجتي وأولادي في معان. لي بيت آخر، فنسأل بعض الأسئلة حتى يتبين من خلالها هل هذا البيت الثاني تنطبق عليه أحكام البيت الأول فنعتبره دار إقامة. السؤال الأول: هل البيت الثاني لك فيه زوجة، يعني زوجة ثانية؟ إذا كان الجواب نعم نقول نعم، هذا دار إقامة ثاني، تتم هنا وتتم هنا وتقصر فيما بينهما. يقول: لا والله أنا ليس لي زوجة، أنا رجل موظف، فنقول هذا البيت الثاني هل تمكث فيه مدة قريبة أو مثل مكثك وإقامتك في دار إقامتك الأصلي؟ إذا كان الجواب نعم، لنفرض أنه يمكث شهر في معان ويذهب شهر يمكث في عمان لأجل الدوام والوظيفة، يمكث أسبوعين في معان وأسبوعين في عمان، نقول نعم، هذا دار إقامة ثاني. أما إذا كنت مثلا تذهب تستجم في هذا المكان، تمكث يومين وثلاثة أسبوع ثم تعود إلى بيتك الأول، فهذا البيت الثاني لا يعتبر دار إقامة. السؤال الثالث: هذا البيت الثاني
الذي تذهب إليه هو لك تستقر فيه، كما يسمي بعض الفقهاء بيت المثل. بيت المثل أي يضع فيه رحاله ومتاعه ويرى فيه سكينته وهدوءه. إذا كان كذلك فنضيف إليه الشروط الأخرى. أما إذا كانت شقة مستأجرة، فندق مثلا، أو ربما تكون ثكنة عسكرية، أو ربما يكون سكن وظيفي يجتمع فيه وتتنقل من سكن إلى سكن ومن عمرة إلى عمرة، هذا لا يعتبر دار إقامة. فهذه هي معالم دار الإقامة: بيت المثل تضع فيه رحلك، أن يكون مدة إقامتك في ذلك البيت قريبة أو مثل إقامتك في دار الإقامة الأول. والشرط الثالث إذا كانت لك زوجة فهذا يعتبر دار إقامة. عدا ذلك فأنت مسافر، تتلبس بأحكام المسافر حتى تعود إلى بلدك. هذه هي أهم الأحكام التي يسر الله سبحانه وتعالى أن نتذكرها معكم في هذا اللقاء. وفقنا الله وإياكم أيها الإخوة لكل خير. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. نلتقي بحول الله تعالى على رأس الشهر القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.